تعرف ان الهندوس مش بيعبدوا البقر، ودي كانت معلومة كلنا غلطانين فيها. وتعالى كده احكي لك من الاول ايه هي الديانة الهندوسية. في الاول كده لازم تعرف ان في الديانة الهندوسية بيعبدوا اله واحد، بس في نفس الوقت ممكن يعبدوا كذا اله بس تحت الاله الاصلي. والاله الاصلي عندهم اسمه براهما، وده في اعتقادهم هو اللي خالق الكون وخالق كل حاجة. وبراهما عنده 4 رؤوس و4 دراعات. وفي الهين تاني تقدر تقول كده ان هم مساعدين لبراهما. الاله فيشنو ده وظيفته ان هو بيقدر يحافظ على العالم وبيعمل توازن بين الخير والشر، ولونه بيكون ازرق وليه 4 دراعات. واخيرا الالهه شيفا، ودي وظيفتها المدمره، بمعنى اكتر ان هي بتدمر العالم عشان يتم انشاؤه من اول وجديد. طب اما هم عندهم الهه ليه بيعبدوا البقر؟ في الحياه كده هم مش بيعبدوا البقر، هم واخدين البقر رمز للحياه وليها علاقه اكتر بالهه عندهم في الهندوسيه اسمها اديتي. واديتي ديت ام الالهه كتير. وعلى فكره هم مش بيعبدوا البقر بس، دول بيعبدوا حيوانات كتير. عشان كده هم ناس نباتيين ما بياكلوش لحوم خالص لانهم بيحترموا الحيوانات. وفي الهندوسيه بقى عندهم اعتقاد ان لما الانسان بيموت بيروح لعالم تاني خالص فيه كل حاجه. فلو الانسان اعماله حلوه هيعيش في العالم التاني حياه حلوه وهيقدر يحقق فيها كل اللي كان نفسه فيه، وهيقعد في العالم دوت سنين كتير. بعد كده هينزل الارض تاني، بس المره ديت في هيئه انسان جديد وهيعيد كل حاجه من اول وجديد خالص. اما بقى لو الانسان اعماله وحشه فهيروح للعالم التاني هيفضل يتعذب فيه سنين كتير. بعد كده هينزل الارض تاني، بس المره ديت بقى ممكن ينزل على هيئه انسان او على هيئه حيوان، وده على حسب اعماله. وكمان الهندوس عندهم اعتقاد ان الاله براهما خلق البشر في 4 طبقات. واحد طبقه البهرمان وهم رجال الدين وخلقهم براهما من راسه وبقه. 2 طبقه الكشتريا وهم الجنود وخلقهم براهما من كتفه وايده. 3 طبقه الوشيا وهم النجارين والمزارعين واصحاب الحرف وخلقهم براهما من فخده وركبته. 4 طبقه الشوادرة هم الخدم وخلقهم براهما من رجله. واخيرا خليني اقول لك ان في الديانه الهندوسيه في كتب مقدسه كتير، بس اشهرهم هو الفيدا. وبس كده.